السلام عليكم. موضوع حكيم زياش وعبقار، لاعبان مغربيان كثر عليهم الحديث هذه الايام، وبالخصوص غنبداو بعبقار كيف ما شفتوا في المواجهه ديال ريال مدريد الافيس ريال مدريد. تم تبديل القميص وعلى اثره غيروا المدرب، يعني عبقار طلب من بابي انه يغير القميص ما بين الشوطين. هذه حاله نادره كتوقع، ماشي ما كتوقعش بزاف ديال اللاعبين اللي كيطلبوا تغيير القميص ما بين الشوطين، يعني فاش كيسالي الشوط الاول، ولكن نادرا ما كنعرفوها وما كنلقاوها، لاننا في الغالب كنشوفوا تبادل الاقمصه كيكون حتى نهايه المباراه. ربما عبقار باش يضمن القميص ديال مبابي هو انه مشى وطلب منه القميص ديالو بعد نهايه الشوط الاول. وفاش سالا الشوط الاول كانت النتيجه ما بين ريال مدريد ديبورتيفو الافيس تفوق ديال ريال مدريد ب2-0، ومع العلم ان عبقار ما اداش بالطريقه وبالشكل اللي بغى المدرب ديال ديبورتيفو الافيس، حيت داك الهدفين اللي جاو ديال ريال مدريد كانوا من الجهه ديال عبد الكبير عبقار ثقيل، ماشي داك اللعاب اللي سريع، هو كيأدي بشكل جيد، لكن خاصه في الماتش ديال ريال مدريد كلاوه اللعابه ديال ريال مدريد كانوا سريع، وحتى في انصاف المساحات يعني في العمق فين كيتواجد عبقار، لان عبقار لاعب ديال المحور في الدفاع، فكانوا اخطاء كثيره وكانوا كيلعبوا على الظهر ديال عبد الكبير عبقار، لان الكرات الطويله والكرات اللي اتجاه فينيسيوس اتجاه مبابي اتجاه رودريغو، ولكن غالبا في الهدف الاول اللي جا من فاسكيز والهدف الثاني ايضا ديال مبابي، هادو من الاشياء اللي تبتت الاخطاء ديال عبد الكبير عبقار. المدرب ديال ديبورتيفو الافيس منين شعر باللي ان عبد الكبير عبقار ماكشي في اليومو، كان تم التغيير ديالو في الدقيقه ربما 55 حتى الدقيقه 60 من الشوط الثاني، يعني غير بدا الشوط الثاني تم التغيير ديال محور الدفاع. وهي في الغالب كما كتعرفوا في المباراه الكبيره اولا في المباريات ديال الدوريات نادرا ما كنشوفوا تغيير ديال قلب الدفاع ما كيتغيروش الا في حالات نادره للاصابه او شيء من هذا القبيل. ولكن في هذا الماتش بالضبط مجموعه من الذباب الالكتروني او مجموعه من الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانوا علقوا على ديك اللقطه ديال التغيير ديال القميص، ديال طلب عبقار في القميص من مبابي، ولكن في هذا التغيير ما عرفناش حنا بالضبط المدرب ديال ديبورتيفو الافيس واش غير على ديك اللقطه اللي طلب من مبابي القميص او لا غيروا، حيت المستوى ديالو كان ناقص جدا في الماتش ديال ريال مدريد. انا بالنسبه لي يكون غيروا على القميص، على حيت طلب القميص من بابي ما بين الشوطين واخا الماتش والافيس خسر ب2-0، وما يكونش غيروا على المستوى المتدني اللي بان به في المباراه ديال ريال مدريد. علاش؟ لان تغيير القميص كيكون واحد اللقطه ما بغاش المدرب او لا واحد السلوك ما حمدوش المدرب، ما بغاش، وقال باللي هذا اللاعب هذا مع هذه المباراه هذه ومع انه كيبغي هاد اللعابه هادو باغي يلبسوا القميص وما ماديش مزيان، ربما نغيروه او لا احسن من انه يغيروا حيت المستوى ديالو كان ناقص. وهذا كيبين ان عبد الكبير عبقار في المنتخب الوطني المغربي ما غيكونش من الاختيارات الصحيحه لوليد الركراكي، لان هادشي شفناه حتى مع المنتخب الوطني المغربي في الماتش ديال الكابون. في الماتش الكابون لعابه الكابون كلاوه، عبقار ثقيل بالخروج، هو سلس بالخروج بالكره ولكن ثقيل بالتحركات مع المهاجمين، وكيف ما شفتوا مع اوباميانغ ومع العشره ديال الكابون كلاوه، واخا كيكون اللاعب المهاجم حامل للكره كيسبق عبقار وكيخلي يخرج مان تو مان مع الحارس بونو وجها لوجه. هنا فين كتكمن النقطه السلبيه ديال عبد الكبير عبقار. ندوزو زياش من اللاعبين اللي اثار ضجه كبيره هاد الايامات اللي فاتت، وكلشي كيعرف باللي ديك ستوري اللي كان حطو ولا مسح على القضيه الفلسطينيه، كلشي كان كيقول باللي ان حكيم زياش ضد الحكومه المغربيه، وان حكيم زياش رجل لانه كيحب القضيه الفلسطينيه، وانه شتم حتى الحكومه المغربيه على اساس ان تطبيع مع اسرائيل. ولكن هادشي كامل كاين مؤيد وكاين معارض، لا مع المغاربه ولا خارج المغرب، هو مجموعه من الناس، مجموعه من الدول اللي تضامنت مع حكيم زياش، اغلبيه الدول العربيه كما مصر الجزائر، ولا مجموعه من الدول اللي عجبها الحال وايدت حكيم زياش لانه مشى مع القضيه الفلسطينيه، وانه ضد الحكومه المغربيه حيث قال باللي ان الحكومه المغربيه متطبعه مع اسرائيل وشيء من هذا القبيل. ولكن حنا كعائله وكاسره كمنتخب الوطني المغربي، واننا غادي لقدام، كنحسوا ان المنتخب المغربي في هذه اللحظه في اوج عطاء ديالو، مادام ان عندنا لاعبين في المستوى الرائع، عندنا لاعبين متوهجين في الدوريات ديالها، عندنا لاعبين من تقريبا من الطراز الاول، عندنا لاعبين كبار،
في هذا الوقت هذا الراهن اللي قرابين حنا من اننا نستضيفوا كاس افريقيا وغادي يكون في بلادنا، فما بغيناش التشتت، ما بغيناش التشويش على المنتخب الوطني المغربي، لان مجموعه من الدول او الذباب الالكتروني اللي بغينا نسميوها، مجموعه من الدول الخارجيه اللي ما بغاش زياش، ماشي حبا بزياش ولكن حبا في الطريقه باش يرد على الحكومه المغربيه. ربما هنا فين بغاو يصطادوا في المياه العاكره، هما هنا فين بغاو يصيدوا داك النقطه اللي كيقلبوا عليها، يعني بغاو يشتوا شمل المنتخب الوطني المغربي، بغاو النجوم ديالهم ما تبقاش تجي للمنتخب الوطني المغربي، من بينها حكيم زياش. لان علاش شنو غادي يقول؟ الا مشى جا حكيم زياش هو سبهم ما خلاش فيهم، ومع ذلك انهم رضخوا وجابوه المنتخب يلعب معاهم. وإلا مشى ما جاش هما طردوا واحد اللاعب اللي كان نجم من النجوم ديالهم، هما كيعاقبوه، هما ما بغاوش يجيو للمنتخب الوطني المغربي حيت دافع على القضيه الفلسطينيه. هنا مجموعه من الامور غتحدث، ولكن حنا كمنتخب وطني المغربي غير على المنتخب الوطني المغربي كنبغيو من وليد الركراكي انه يكون رزين في هذه الحاله هذه، والمنتخب الوطني المغربي هو الاول، والامور اللي غتخص المنتخب الوطني المغربي والامور اللي غادي تمشي بالمنتخب الوطني المغربي الايجابيه والنقطه الجيده هي اللي بغيناها تكون. ولكن غير بغيت نحيطكم علما وبغيت نبين لكم ان حكيم زياش في هاد لا ليست هادي اللي كلشي كيعرف بلي ان مجموعه من المنتخبات عطات لا ليست ديالها الاوليه باش غادي يكون هذا التجمع الدولي القادم. ربما ما غاديش يكون حكيم زياش. غتقولوا لي علاش ما غاديش يكون حكيم زياش في هذا التجمع هذا؟ ما غاديش يكون حكيم زياش مع المنتخب الوطني المغربي ماشي لهاد الاخبار اللي راجعه دابا، ماشي لهاد الشيء اللي كتسمعوا، وانما شيء واحد هو ان حكيم زياش مصاب. حكيم زياش كيقول المدرب ديال غالاتاسراي يلاه رجع كيتمشى على العشب، يعني مازال عنده واحد الوقت كما ما غنشوفوش ابراهيم دياز، لان ابراهيم دياز عنده اصابه، هادشي كلشي كيعرف بلي ان ابراهيم دياز مع ريال مدريد معلول لان مصاب وغادي يغيب على الملاعب لستة الاسابيع، لما ما بقاتلوش بقات له ربما واحد جوج ولا ثلاث الاسابيع. اما حكيم زياش بدا كيرجع من الاصابه، ولكن في الغالب ما غاديش المنادات عليه كما وقع مع مجموعه من اللاعبين، وهذا كيمشي في خضم ان وليد الركراكي خصو يبقى العلاقه ديالو زوينه مع الانديه اللي كتعطيه اللعابه، لان الانديه هي اللي عندها الضوء فوفير للاعابه تطلقهم باش يجيو المنتخب الوطني المغربي، لان النادي هو اللي كيخلص مزيان، والنادي هو اللي كتخدم معاه طول العام. يعني اللعاب دائما كيبقى عند النادي، وكتبقى اختيارات واش غادي يمشي يحمل القميص الوطني المغربي او لا. ولكن في ظل الاصابه كيبقى ان حكيم زياش مصاب ما خصوش يلعب، لان يعني النادي كيفرض على اللاعب وقت الاصابه ما يسمحلوش ولا غادي يوقع مشاكل، وهذا الشيء ما بغاش الوليد الركراكي. وهذا الشيء شفنا تبع بن صغير اللي كان واجد وكان متاح، ولكن الوليد الركراكي قال لك ما بغيتش نغامر به، ما بغيتش نلعبو، لان مادام ان موناكو تساهلت معنا وعطاتنا بن صغير ولعب معنا في الاولمبياد، فما بغيناش نخسروا العلاقه مع موناكو. هذا الشيء اللي كيطبق حتى على غالاتاسراي التركي وعلى مجموعه من الانديه بالنسبه للاعبين المغاربه. وهذا الشيء شفناه حتى مع حنا فاش مشى الطياره ومشى الاولمبياكوس باش يسينا، يعني سمح له، يعني كاين تسامح مع اللاعبين المغاربه، لان باش يبقى المنتخب الوطني المغربي مترابط كاسره واحده، وكيبقى المنتخب الوطني المغربي هو الاساس، هو اللي خصنا نفكروا له بايجابيه باش تبقى الامور دائما ايجابيه في الاسره ولا في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي. يعني نتوما الاخوان كيفاش كتشوفوا القضيه ديال حكيم زياش؟ واش مع حكيم زياش انه يرجع للمنتخب الوطني المغربي، او لا ضد ان حكيم زياش يرجع للمنتخب الوطني المغربي؟ ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب، تجي تشيري الفيديو مع الاصدقاء ديالك وتخلي لي الراي ديالك في الكومنتير. تهلاو.